تعالوا أقول لكم إزاي تعملوا أحلى قرص بالسمسم، قرص الأفران بمكونات اقتصادية موجودة في كل بيت، مش مكلفة خالص، هتعمليها والنتيجة هتطلع معاكي تحفة، لونها فاتح من جوه وهشة وزي القطن، وممكن تحشوها أي حشوات كمان انتوا بتفضلوها. العجينة رائعة بجد. بس ياريت قبل ما تشوفوا الفيديو ما تنسوش تعملولي لايك وشير علشان ده بيساعد قناتنا تكبر. يلا مع بعض نحضر وصفة النهاردة. أنا هجيب كوباية مية فترة، يعني تكون دافية بسيط، هحط عليها ربع كوباية سكر، معلقة كبيرة خميرة فورية، معلقة صغيرة خل، ربع كوباية زيت ذرة. هنخلط كل المكونات دي مع بعض كويس لغاية ما السكر يدوب تماما. هغطيها حوالي 5 أو 10 دقايق كده لغاية ما الخميرة تتفاعل شوية. بعد كده هنزل بالمواد الجافة، هنزل ب3 كوبايات ونص دقيق، هحط عليهم معلقة كبيرة ونص لبن بودرة. اللبن البودرة حلو جدا لأي نوع معجنات، بيخليها لونها فاتح وهشة، ورشة ملح حوالي ربع معلقة ملح. هنعجن كويس جدا. المرحلة دي بقى أهم مرحلة علشان تاخدي قرصة ناجحة معاكي وزي اللي بتجيبيها من بره. نعجن كويس جدا على قد ما نقدر علشان تبقى هشة، نعجن كويس على قد ما نقدر. هنغطيها بقى لغاية ما العجين يختمر ويعلى. هحضر الحشوة، هجيب نص كوباية سكر، احط عليهم معلقة كبيرة دقيق، والدقيق هنا دوره مهم ان هو بيخلي السكر ما يكتلش جوه القرصة، ومعلقتين كبار جوز هند، وربع معلقة قرفة. لو مش بنحب القرفة ممكن نستغنى عنها، ولو في زبيب نحط لو احنا حابين، بس انا ما كانش عندي. هنبتدي بقى نشوف العجين اختمر معانا، هنبتدي نخرج الهواء منه. بعد كده هنبتدي نشكله لكرات متساوية. انا هشكل القرصة حوالي 60 جرام، ممكن نخليها 50 لو احنا حابين اصغر شوية، بس الحجم ده بيكون متوسط. انا خلصت كل الكمية. هبدأ اعمل بقى صوص، ده اللي هغمس فيه القرصة، وده اللي هيدي اللون الذهبي الجميل وهيثبت السمسم على القرصة. هجيب نص كوباية مية عليه معلقة كبيرة عسل اسود، وكده كل الحاجات جاهزة جنبنا. هنبتدي بقى نحشي القرص، هنفردها كده بين ايدينا زي ما احنا شايفين. وبعد كده هجيب الحشوة اللي احنا حضرناها مع بعض، السكر بجوز الهند، وبتبقى جميلة برضو لو حطينا فيها زبيب بيبقى جميل، لو احنا بنفضله نحطه. هنبتدي بقى نحشي القرصة، نحط شوية كده كويسين من الحشوة، وبعد كده نقفلها كويس. نحاول ما يكونش فيها اي فتحات من تحت علشان لما تخش الفرن السكر ما يسحش ويطلع من القرصة. نقفلها كويس جدا زي ما احنا شايفين كده، وننعمها ما بين ايدينا كده علشان نتأكد ان هي ما فيهاش اي فتحات. انا هخلص كل الكمية بنفس الشكل وبنفس الطريقة. هبتدي بقى احطها في الصوص اللي انا عملته اللي هو بالمية بالعسل، وبعد كده هحطها في السمسم. ده سمسم ابيض مش محمر. انا هنا بقى هحشي شوكولاتة كانت خطيرة جدا، هحط لها شوكليت شيبس كده من جوه علشان الولاد بيحبوا الشوكولاتة شوية، فكانت طعمها يجنن. كانت لايقة برضو مع الشوكولاتة قوي. ممكن نحشيها برضو جبن اجبان زي ما احنا حابين. هي تنفع بصراحة لأي نوع حشوة احنا بنفضلها، رهيبة. هنحطها برضو في المية والعسل والسمسم. هنرص كل القرص الصينية، نحاول نسيب مسافات ما بين كل قرص علشان لما بتختمر حجمها بيكبر شوية. بعد كده هغطيها واسيبها ترتاح حوالي ربع ساعة قبل ما تدخل الفرن، وهضغط عليها ضغطة بسيطة. هكون مشغلة الفرن على أعلى درجة حرارة، الرف الوسط. أول ما بتاخد لون من تحت بنشغل عليها الشواية، هي بتاخد من 5 ل7 دقايق بالكتير. أول ما تخرج من الفرن هنبتدي نغطيها بفوطة علشان تفضل طرية زي ما احنا شايفين. طلعت طرية وفظيعة جدا وناجحة. ممكن بقى نعمل منها كمية كبيرة ونحطها في الفريزر ونسخنها ساعة الاستخدام. رهيبة يا جماعة، طلعت تحفة. اللي بالشوكولاتة رهيبة واللي بالسمسم تحفة. أنا متأكدة لو جربتوها في البيت بجد عمركم ما هتجيبوها تاني من بره. أتمنى تكون وصفة النهاردة عجبتكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملولي لايك وشير. أشوفكم في فيديو جديد. باي باي.